في أعماق صحراء الجزائر الشاسعة، حيث تمتد الرمال بلا نهاية، وحيث الليل لا يشبه أي ليل، هناك حكاية يهمس بها الحراس في الخفاء. ليلة في حقل الجان، في حقل بترولي معزول بعيد عن كل مظاهر الحياة، يعمل 4 رجال ليلا ونهارا بين الأنابيب والرمال. وفي ليلة عطلتهم قرروا أن يهربوا قليلا من الروتين. ليلة واحدة فقط في قلب الصحراء، بعيدا عن القاعدة ب50 كيلومترا. حملوا أغراضهم وانطلقوا بسيارتهم عبر الكثبان، والغروب يلون السماء بلون ذهبي مائل إلى الأحمر. عند الوصول نصبوا خيمتهم الصغيرة وأشعلوا نار المخيم، ووضعوا نصف خروف على الشواء. كان الجو دافئا والضحك يملأ المكان، حتى قرروا أداء صلاة المغرب قريبا من النار. لكن حين انتهوا من الصلاة استداروا نحو الموقد فلم يجدوا شيئا. الموقد فارغ، لا أثر للحم ولا حتى عظم واحد. تبادلوا النظرات في ذهول، ظنوا أن أحدهم يمزح، لكن لم يكن أحد يضحك، حتى قال أكبرهم بصوت خافت مبحوح: يا جماعة، هذه أرض الجان، وهم يحبون اللحم. عم الصمت المكان، وجلس ال4 حول النار يحاولون طرد الخوف بالكلام. طبخوا بعض الدجاج وأكلوه على عجل، لكن القلق كان واضحا في العيون. وفجأة لاح لهم في الأفق ضوء غريب، ثم قافلة طويلة تمتد بلا نهاية. رجال طوال القامة، أطوالهم تتجاوز 3 أمتار، يركبون جمالا ضخمة كأنها فيلة، يحملون مشاعل تضيء الرمال، وأجراس جمالهم تصدر أصواتا غريبة كأنها آتية من عالم آخر. مرت 5 دقائق والقافلة لم تنتهي بعد. عانق الرجال بعضهم ودخلوا خيمتهم يرتجفون خوفا. لم يغمض لهم جفن تلك الليلة، ومع أول خيوط الفجر جمعوا أغراضهم بصمت تام. لم ينطق أحد بكلمة. عادت السيارة تشق الرمال نحو القاعدة، والريح خلفهم تحمل صدى الخوف. ومنذ تلك الليلة لم يجرؤ أي منهم على العودة إلى هناك، لأنهم علموا أن تلك لم تكن أرض البشر، بل كانت ليلة في حقل الجان.